بتبدأ الحلقة بظهور أرثر بيعمل تعويذة سحرية على كوباية، وبعد كده بيكسرها بشاكوش وبيحط الإزاز المكسور في جزمة وبيلبسها وبيمشي. بيصحى ستيفن من النوم وبيكون رابط رجليه في الحديد اللي جنب السرير، والغريب إنه لما بيمشي رجل واحدة بتعلم على رملة اللي على الأرض، وبيشيل اللزق من على الباب وبيأكل السمكة بتاعته اللي عندها زعنفة واحدة. بيكلم مامته يسلم عليها وبينزل علشان يروح شغله في المتحف المصري، وهنا بيجري علشان يلحق الأتوبيس وبيدخل المتحف وبيلاقي طفلة بتحط زبالة في مجسم الهرم الأكبر وبيفهمها إن كده غلط، وبياخدها علشان يشرح لها ازاي بيحنطوا المومياء. لكن بتوصل دونا رئيسته في الشغل وبتناديه علشان يستلم البضاعة اللي المفروض يبيعها. بيلاقي زميلته المرشدة السياحية وبتقول له ما ينساش ميعادهم يوم الجمعة في المطعم، وبتيجي دونا وبتقول له انها اول مرة تاخد بالها انه بيحبها، فبيقول لها انه مش فاكر انه اتفق معاها على اي حاجة، وبتاخده دونا علشان يحطوا الاسعار على باقي البضاعة. لكن ستيفن بيقول لها ان بوستر الاعلانات فيه غلط، وبيشرح لها ان اللي مكتوب على الاعلان معناه 9 آلهة لكن المرسوم 7 بس. فبتقول انه بيشتغل هنا بياع مش مرشد سياحي. وبيمشي ستيفن بعد الشغل ومش بيكون ليه اصحاب، لدرجة انه بيقعد يتكلم مع التمثال، وبيرجع يدلق رملة على نفس مكان ارثر رجله، وبيحط اللزق على الباب بنفس الطريقة، وبيربط رجله في السرير. وبيشغل ستيفن النظام الآلي اللي بيساعده يفضل صاحي، وبينصحه بحل لغز او قراية كتاب. وبيجيب ستيفن كتب عن تاريخ الفراعنة والآلهة ال9 وبيقراها، وفجأة بيلاقي نفسه بيصحى على أرض غريبة وفي حد بيكلمه وبيقوله يرجع تاني ينام ويسلم جسمه لمارك، ومش بيفهم ستيفن يعني ايه يسلم جسمه. وهنا بيحط ايده في جيبه وبيلاقي جعران ذهبي، وبيحس بحركة وراه وبيدور يلاقي بيته فيه 2، وفجأة بيضربوا عليه نار وبيسمع نفس الصوت بيقوله يجري. وفعلا بيطلع ستيفن يجري لغاية ما يوصل لقرية، وبيحاول يستخبى لكن بيلاقي مجموعة ناس كتيرة ماشية، فبيمشي في وسطهم. وفي اللحظة دي بيظهر أرثر وبيلاقي إن الناس بتاخد منه البركة، وبيقف يخطب فيهم، وبيقولوا إنهم بيحاولوا يحققوا الجنة على الأرض، وبيسأل مين اللي عايز يوصل للجنة الأول. وهنا بيطلع واحد من اللي موجودين وبيحط أرثر الشاكوش بتاعه بين إيديهم هما الاتنين، وبيقولوا إنه هيديله جزء من روح إيمت. وفجأة بيظهر على إيده وشم الميزان بلونه الأزرق، وبيشوف ستيفن الناس اللي عايزين يقتلوه بيدوروا عليه، فبيحاول انه يدخل اكتر في وسط الزحمه. وبيشوف واحده بتطلب من ارثر المعرفه وبيمسك ايديها وبيعمل نفسه اللي عمله مع اللي قبلها، لكن للاسف بيظهر الميزان على ايده باللون الاحمر، وهنا بتتسحب روح الست وبتموت. وبيستغرب ستيفن جدا من اللي حصل، وبيشوف 2 بيشيلوها وكأن مفيش حاجه حصلت. وبيروح الناس اللي بيطاردوه يقولوا لستيفن ان اللي حصل غلطه في التبادل، وان في واحد قتل 2 منهم. وهنا بيقول أرثر المجد للإله إيمت، فكل التابعين بيركعوا، لكن ستيفن بيفضل واقف. وبعدين بيلاحظ اللي حصل فبيحاول ينزل زيهم، لكن للأسف بيكون أرثر شافه وبيطلب منه يديله الجعران بتاعه. وبيطلع ستيفن الجعران، لكن بيسمع صوت بيقوله انه ما يديلوش حاجة، وبتقفل ايده جامد على الجعران غصب عنه، وبيفتحها بالعافية وبيحاول يديه تاني لأرثر، لكن بيلاقي ايده بعدت عنه لوحدها، ومش بيعرف ستيفن ايه اللي حصل. وبيقول لأرثر انه مش هو اللي بيعمل كده، وبيمسكوه وبيطلع واحد ياخد من ايده الجعران. وهنا بيحس ستيفن انه بيغيب عن الوعي وبيرجع تاني، وبيلاقي اللي ماسكينه كلهم مقتولين، والجعران رجع تاني في ايديه وبيكون مليان دم، وبيجري علشان يهرب لكن بيلاقي كل الناس بتطارده، فبياخد عربية الكب كيك وبيركبها وبيجري بيها، وبيطاردوا له عربيته وبيضربوا عليه نار. وبيدخل واحد من ظهر العربية وبيحاول يمسك ستيفن، لكن ستيفن بيضربه بالكب كيك. وفجأة بتوصل عربية اللي بيطاردوه جنبهم، لكن الغريب ان ستيفن بيسمع صوت الرصاص وبيلاقي المسدس اللي في ايده هو اللي كان بيخنقه مقتول. بيكمل ستيفن هروب وبتظهر قدامه عربية مليانة خشب، وبيلاقي نفسه ماشي بالعكس وبتلف العربية منه، وفجأة بيقع الخشب على العربيات اللي بتطارده وعليه هو كمان. وهنا بيصحى ستيفن من النوم وبيلاقي نفسه في سريره ورجله مربوطة وكله تمام، لكن بيلاحظ ان السمكة بتاعته طلع لها زعنفة تانية، وبياخدها وبيروح على المحل اللي اشتراها منه، وبتقوله البياعة ان كل سمك عنده زعنفتين. وهنا بيلاحظ ستيفن ان الوقت اتأخر وبيفتكر ان عنده ميعاد، وبيروح على المطعم لكن زميلته بتتأخر، بيتصل بيها وبتقوله ان ميعادها كان الجمعة لكن النهاردة الحد. وبيكلم مامته وهو مروح وبيكذب عليها وبيقول لها ان صاحبته كانت مبسوطة وانه هيعرفها عليها قريب. وبيرجع البيت ياكل الشوكولاتة اللي كان جايبها لها، تقع منه الشوكولاتة على الأرض، فبينزل يلمها، لكن بيلفت نظره إن في تجريح على الأرض وكأن الترابيزة حد حركها. وبيشوف خشبة متحركة في الحيطة من فوق وبيطلع يشوفها وبيلاقي فيها مفتاح وموبايل، وبيلاقي على الموبايل رقم متسجل باسم ليلى كتير جدا. وفجأة بيلاقيها بتتصل بيه وبتسأله كان فين، وبتقوله إنه مارك. وهنا الخط بيتقطع وبيحاول ستيفن يكلمها تاني، لكن بيلاقي حد بينده عليه وبيهتز البيت كله والكهرباء بتروح وبترجع. فبيطلع ستيفن يجري على الاسانسير
لكن بيقف بيه في كل دور وبيشوف إله فرعون قديم، لكن بتطلع ست عجوزة، وبعد كده بتنزل من الأسانسير وبيشوف نفس الإله تاني. وهنا بيلاقي نفسه في الأتوبيس وبينزل قدام المتحف، وبيشوف أرثر في الأتوبيس بعد ما نزل، وبيدخل يكلم حارس الأمن وبيقوله إن في حد بيطارده. وهنا بيشوف أرثر دخل فبيدخل وراه وبيقوله إن مش معاه الجعران بتاعه. وبيتفاجئ ستيفن إن زمايله في المتحف تابعين لأرثر، وبيمسك أرثر إيديه علشان يشوف الحقيقة، وبيلاقي الميزان اللي على إيده بيتحرك. وهنا بيسيب ستيفن يمشي، وفي النهاية بنشوف ستيفن شغال لغاية بالليل وبيمشي علشان يروح، لكن بيسمع صوت كلب فبيدور عليه. وهنا بيسمع صوت بيقوله يسلمه الجعران، وبيجري ستيفن والكلب وراه، وبيقفل باب الحمام عليه. وبيتفاجئ بنفسه في المراية بتقوله يديله أمر إنه ينقذهم. وهنا بنشوف ستيفن بعد ما اتحول وبقى ماركو وهو بيضرب الكلب وبينقذ نفسه. بتبدأ الحلقة بظهور ستيفن وهو بيصحى من النوم مفزوع، وهو بيقع على الأرض بسبب رجله اللي مربوطة. وهنا بيفتكر إنه كان بيحلم، وبيبص لنفسه في المراية وهو مش مصدق إنه هو. وبيروح ستيفن على المتحف، وهنا بيلاقي بروف حارس الأمن بيقفل المكان، وبيسأله شافوا كاميرات المراقبة فبيقولوا لسه. وهنا بيطلب منه يشوفها معاه، وفعلا بيدخل معاه يشوف الكاميرات. وبيتفاجئ بروف ان ستيفن هو اللي كسر المتحف، والغريب ان ستيفن مش بيشوف الكلب اللي كان بيطارده، وكمان بيشوف نفسه وهو خارج وبيبص للكاميرا بكل تحدي. وطبعا بيطرد ستيفن من الشغل. وهنا المدير بيقوله انه لازم يروح لدكتور نفسي، وبيقرر انه يتأكد اذا كان مجنون بجد ولا اللي شافه حقيقي. فبيروح يدور في كل فروع البنك اللي لقى مفتاح خزنة من عنده، وفعلا بيلاقي خزنة باسمه رقم 43. وهنا بيلاقي سرير وصندوق فيه فلوس كتير وجواز سفر، وكمان الجعران بيتفتح وبيطير. وهنا بيظهر مارك في المراية وبيطلب منه ينام على ما هو يخلص المهمة، لكن ستيفن بيرفض وبيقوله إن لازم يعرف هو مين. فبيقوله إن خادم الإله كونشو إله القمر المصري ومسؤوليته يدافع عن الضعيف. وطبعا ستيفن مش بيصدق وبياخد الشنطة علشان يسلمها للشرطة، وبيقرر انه يروح لدكتور نفسي، لكن بيتفاجئ ان الدنيا بتتغير من حواليه وبيظهر الإله كونشو. وبيجري ستيفن وبيطلع يجري من المكان فبيقع. وهنا بيلاقي ليلى قدامه على الموتوسيكل وبيركب وراها وبيطلب منها توصله لبيته، وبتروح معاه وهي فاكراه مارك، لكن ستيفن بيحاول يفهمها انه مش مارك. وبيتفاجئ بيها بتطلع ورقة طلاق وبتطلب منه يمضيه، لكن ستيفن بيرفض وبيفتح الشنطة علشان يوريها الجعران يمكن تفهم اللي بيحصل. لكن بيطلع مارك من المراية وبيقول انه هيتسبب في قتلها، فبيرجع ستيفن في كلامه. وهنا بتروح ليلى بنفسها تطلع الجعران، لكن في اللحظة دي الباب بيخبط وبيلاقي 2 من الشرطة جايين يحققوا معاه، وبيدخلوا يدوروا في البيت، لكن بتهرب ليلى من الشباك ومش بيشوفوها. وبيلاقي الضابط بيلي جواز السفر المزيف وبيقبضوا على ستيفن. وهو في العربية بتشوف الشرطية أخبار عنه، وبتعرف إن مارك كان في بعثة لمصر وقتل علماء الآثار وسرق الآثارات اللي لقوها. وبيوصل ستيفن لمكان غريب لكن مش مركز الشرطة زي ما قالوا، وبيطلع أرثر وبيفكه وبيمشي معاه، وبيقول له أرثر إنه عارف إن كونشو بيحاول يسيطر عليه. وفعلا بيشوف ستيفن كونشو ورا أرثر وبيقول له يقتله، لكن ستيفن مش بيقول لأرثر على اللي بيسمعه، وبيفهموا أرثر إن كونشو اتطرد من الآلهة لأنه بيتأخر في عقاب الأشرار، لكن إيمت بتحارب الشر من جذوره. وهنا بيطلب منه الجعران لأنه هو اللي هيوصلهم لقبر إيمت، فستيفن بيقول إنه مش معاه، فبيسألوا أرثر لو مع حد تاني يقول له هو مين. وهنا بيشوف مارك في المراية وبيقول له ما يجيبش سيرة ليلى خالص، وبيطلب أرثر من ستيفن إنه يسلم جسمه لمارك علشان يتكلم معاه، لكن ستيفن بيرفض وبيقول له ستيفن إن حكم إيمت على الناس من قبل ما ينقذوا الشر ده شيء غلط، لكن أرثر مش بيديله فرصة يتناقش معاه، وبيقوم يهدده بالعصاية بتاعته وبيقوله إن فيها جزء من قوة إيمت. وهنا بتوصل ليلى بالجعران وبيطلبوا منها أرثر، لكن ليلى بتديه لستيفن وبتقول له يطلب البدلة، وطبعا ستيفن مش فاهم هي بتتكلم عن ايه، فبتاخده وبيطلعوا يجروا. وبيشوف ستيفن ليلى وهي بتضرب الحراس وبتقول له يطلع البدلة وانها شافته وهو بيضرب بيها قبل كده. ستيفن بيشوف مارك بيطلب منه الجسم تاني وبتمسكه ليلى وبتقعد تقول له ان الحراس هيقتلوهم ولازم يطلع البدلة بسرعة، وبيرفض ستيفن، فبتقول له ليلى انهم هيلاقوا طريقة تانية. وهنا بتكسر الباب وبيدخل جاكل وبيجري ورا ستيفن، فبينط من الشباك وبيسمع مارك بيقول له يستدعي البدلة بسرعة، وفعلا بيستدعيها وبيلاقي صدت عنه الأرض، وبيقف يكلم مارك في المراية اللي بيقول إنه كان عايز بدلة كونشو مش بدلة العقيد ساندرز، وبيقول له يشوف الجعران، لكن بيلاقي ستيفن عصيان الضرب وبتنزل ليلى وراه وبتشوف ستيفن وجاكل بيضربه، لكن بتتضرب هي كمان لأنها مش شايفاه، وبيقدر ستيفن يشوف جاكل وبيضربه، لكن بيرد عليه وبيزقه في وسط الشارع وبتخبطه عربية، وبيقول له مارك إنه يسلم الجسد وهو هيتصرف.
والأول مرة يسلم ستيفن الجسم وهو موافق. وهنا بيوصل مارك على طول وهو لابس بدلة كونشو، وبيجري ورا جاكل، لكن بيكون عنده خطة وبينط من مبنى لمبنى، وفي الآخر بيقع جاكل على حديد تمثاله وبيموت. وبيرجع ستيفن مرة تانية وبيدور على الجعران لكن مش بيلاقيه. وفي اللحظة دي بيلاقي واحد غلبان في الشارع، لكن أرثر بيقوله إنه بتاعه وبياخده منه وبيروح قتله. وبتشوفه ليلى وبتمشي بسرعة، وبيكلم ستيفن مارك في المراية وبيطلب منه يرجعه تاني، لكن مارك بيرفض وبيقوله إنه ما يقدرش يرجعه دلوقتي. وبيتخانق معاه ستيفن وبيقوله إنه سبب في قتل الناس ودمر حياته. وهنا بيتعصب مارك وبيكسر المراية. وفي النهاية بنشوف كونشو بيقول لمارك إنه ضيع الجعران، فبيوعده مارك إنه هيرجعه تاني وبيروحوا على مصر. بتبدأ الحلقة بظهور ليلى بتعمل جواز سفر مزيف علشان تسافر ورا مارك، تقنعها ان سفرها هيكون في خطر عليها، لكن ليلى مش بتسمع لها وبتاخد جواز السفر وبتمشي. بنشوف أرثر ماسك الجعران اللي زي البوصلة وبيدله على مكان قبر إيميت، وبتوصل واحدة من أتباع إيميت وبتقوله إن مارك موجود هنا. وفي نفس الوقت بيكون مارك رايح عند واحد يعرف مكان أرثر، وقبل ما يسأله بيلاقي مجموعة تبع أرثر بتقتل الراجل ده. وهنا بيمسكهم مارك وبيضربهم علشان يقولوا له على مكان أرثر، لكن قبل ما يقتل واحد فيهم بيشوف ستيفن في انعكاس السكينة بيقوله لأ. وهنا بيغيب مارك عن الوعي وبيفوق يلاقي نفسه راكب تاكسي، وبيسأل السواق موديه على فين، فبيقوله رايح على المطار. وفي اللحظة دي بيشوف الناس اللي يعرفوا مكان أرثر تاني، فبينزل يجري وراهم علشان يكلمهم. بيضرب واحد فيهم وبرضه بيكلموا ستيفن في المراية، فبينشغل هنا وبيضربوا واحد فيهم، لكن بيفوق يلاقي نفسه قتل 2 منهم. وبيقول له كونشو يهدد التالت ويرميه فوق الجبل وهو هيعترف بمكان أرثر. وفعلا بيمسك التالت عند قمة الجبل وبيسأله عن مكان أرثر، لكن الشخص ده بيفضل انه ينتحر وما يقولش اي حاجة. وبيسأل مارك كونشو لو ممكن باقي الآلهة تساعدهم، فبيقول له كونشو ان ده هيعرضه للسجن تاني. وبيحاول مارك السما وبيعرف أرثر ان الآلهة هتستدعيه قريب، وبتتفتح البوابة لمارك علشان يقابل باقي الآلهة جوه الهرم الأكبر. وفعلا بيقابلهم وبيتهم أرثر انه عايز يهرب إيميت من سجنها، وبتستدعي الآلهة علشان تحقق معاه، لكن أرثر بيقدر انه يخليهم يصدقوا انه بريء ويقول لهم ان مارك مريض نفسي، وبيعترف مارك بمرضه. وهنا طبعا بتمشي الآلهة ومش بتعمل حاجة لأرثر، لكن بعد ما يمشوا كلهم بتقف واحدة من الآلهة مصدقة مارك وبتقوله ان مفيش حد يعرف قبر إيميت فين، وان الآلهة خبت مكانها علشان محدش من أتباعها يحررها، لكن الوحيد اللي كتب المكان وقت الدفن هو اللي يعرفه. وبتقوله يدور على قبر واحد اسمه سينفو. وبيمشي مارك في القاهرة يسأل الناس، وفجأة بيلاقي ليلى ظهرت قدامه وبتقوله انها تقدر تساعده، وان قبر سينفو سرقه سمسار آثار وبيكون اسمه مغر وهيبيعه في السوق السوداء. وبيروح علشان يقابلوه وبتقوله ليلى ان مارك مشتري، وبيطلب مارك انه يشوف التابوت الأول علشان يتأكد انه أصلي. وبيحاول يكلم ستيفن لأن عنده خبرة في اللغة الهيروغليفية، وبيطلب منه يتني الورق اللي مرسوم عليه النجوم بطريقة معينة علشان يعرف مكان القبر، لكن موغارد بيحس انه مش جاي يشتري. وهنا بيمسكوه وبيوصل أرثر وبيطلب تابوت سينفو، وبيطلع العصاية بتاعته علشان يستخدم قوتها، وبيهاجموا بعض. وبيهرب مارك مع ليلى وبتقوله ان لازم يستدعي ستيفن علشان يحل الرموز اللي كانت على القبر، وفعلا بيديله مارك إذن الخروج. وبيقدر ستيفن يوصل لإحداثيات النجوم في اليوم اللي دفنوا فيه إيميت، لكن شكل النجوم بيتغير ولازم يشوفوا شكل السما في اليوم ده تاني. وهنا بيقوله كونشو إنه فاكر شكل السما اليوم ده ويقدر يرجعها، وبيقوله إن الآلهة هتسجنه لو عمل كده، وبيطلب من مارك يطلعه تاني. وفعلا بيغير كونشو شكل السما وبيرجعها لليوم اللي عايزينه. وبيشوف أرثر السما وبيعرف إن كونشو بيعمل حاجة، وفي الوقت اللي بيوصل فيه كونشو لليوم بيكون الآلهة بتعمل له التمثال اللي هتسجنه فيه. وهنا بتشوف ليلى الإحداثيات وبتقدر تحدد مكان القبر، وفي النهاية بتستدعي الآلهة كونشو علشان تسجنه بعد ما غير السما وخلى الناس العادية تشوف اللي حصل. وبيروح أرثر يقابل الآلهة وبيتأكد إنه كونشو اتسجن، وبيقول لكونشو إنه قدر يتغير بسببه بعد ما تخلص من سيطرته عليه. بتبدأ الحلقة بظهور ليلى وهي بتحاول تفوق مارك، وبتيجي عربية فيها أتباع أرثر وبتضرب نار عليهم، فبتجري ليلى وبتستخبى في العربية، لكن بتشوفهم رايحين على مارك فبتاخد شعلة إنقاذ تولعها، وبيشوفوها فبيروحوا على الضوء. وفي اللحظة دي بتحدف شعلة تانية في العربية فبتنفجر، وبتدور تلاقي ستيفن قدامها وبتاخده على المكان اللي هيدوروا فيه على قبر إيميت علشان يلحقوا يلاقوا التمثال قبل أرثر. وبيوصلوا عند المخيم لكن بينزلوا ويلاقوه فاضي. وبيشوف ستيفن مارك في المراية وبيقوله إن من غير كونشو والبدلة مش هيقدر يحارب، وبيطلب منه يديله الإذن بالخروج
لكن ستيفن بيرفض طلبه. لكن قبل ما يدخل مع ليلى المقبرة بيقرر يقول لها ليه مارك سابها، وبيقول لها ان مارك بعد عنها علشان كونشو كان عايز يستغلها هي كمان. وبتنزل ليلى المقبرة ووراها ستيفن، وبيبدأوا يدوروا على أي دليل يعرفوا مكان تمثال إيمت، إن المكان ده أصلا عبارة عن خريطة، وإن تمثال إيمت موجود في لسان المضيف الأخير ليها. وبيكملوا بحث، لكن بيلاقي ستيفن آثار عظم ودم كتير، وبيشوف مكان فوق مكتوب فيه حاجات على الحيطة، فبيبدأ يقراها. لكن فجأة بيدخل كائن مرعب وبيكون معاه جثة إنسان، وبتستخبى ليلى ورا التابوت بسرعة، وبيشوف ستيفن من فوق وبيلاقيه بيفضي الجثة من أعضائها. وبتخاف ليلى وبتحاول تتحرك علشان تهرب وهو مشغول في الجثة، لكن بيحس بيها الكائن وبيلف وراها. وهنا بيخاف ستيفن فبيسمعه وبيطلع يشوفه، وقبل ما يمسكه بتحدف ليلى حجر علشان تلفت نظره، وبيطلعوا يجروا. وبتلاقي ليلى مكان قدامها، لكن بينها وبينه فجوة كبيرة، فبتمشي على طرف الحيطة علشان توصل للناحية التانية. وبيكون الكائن شايفها وماشي من ورا الصخور، وبيطلع يمسكها وبتضربه ليلى، لكن بيكون قوي. وهنا بتطلع شعلة وبتولعها وبتدخلها في عينيه، وبيقعوا مع بعض، لكن بتقدر ليلى انها تطلع تاني. وفي نفس الوقت بيكون ستيفن بيدور على طريق يخرج منه، وبيلاقي بالصدفة قبر الاسكندر الأكبر. وبيوصل أرثر لليلى وبيكلمها عن باباها الدكتور عبد الله الفولي، دكتور الآثار اللي اتقتل في البعثة. وبيقول لها انه كان هيبقى فخور بيها لو عرف انها قدرت تتأكد ان الآلهة الفرعونية القديمة ماشية ما بينهم. وبيقول لها انها مخدوعة في مارك جوزها. وفي نفس الوقت بيكون ستيفن عارف ان الاسكندر كان مضيف إيمت الأخير، وبيدور في بق الاسكندر على تمثال إيمت. وهنا بيقول أرثر لليلى ان مارك هو اللي قتل باباها. بيلاقي ستيفن التمثال، وبتروح له ليلى وبتسأله عمل ايه في باباها، لكن ستيفن ما يعرفش، فبتنادي على مارك من جوه. وبيطلع مارك وبيقول لها ان شريكه قتل كل اللي كان في البعثة، حتى هو ضربه بالنار. وكمان بيقول لها انه حاول ينقذ باباها لكن ما قدرش. وبيسمعوا صوت أرثر وأتباعه في المكان، فبيقول مارك الليلة تستخبى وهو هيواجههم، وبيمسك فاس وبيدافع بيه عن نفسه، لكن بيتفاجئ بيهم معاهم مسدسات. وبيقول له أرثر انه فاكر قد ايه حس بالحرية يوم ما كونش اتسجن وهو اتحرر منه. وهنا بيهاجموا أتباع أرثر مارك وبيقدر يضربهم، لكن للأسف بيضربوا أرثر بالنار. وهنا بتظهر المستشفى وبيكون فيها ستيفن مريض وقاعد على كرسي، ومعاه ليلى وهي كمان مريضة وبتتعالج معاه. وبيشوف ستيفن بيكلمه فبيحاول يقوم فبيقع، وبيلاقي رجله مربوطة في الكرسي ومعاه تمثال لعبة لكونشو. وبيروح للدكتور اللي بيعالجه، وبيطلع أرثر وبيقول انه بيشوف فيلم عن الفراعنة بصورة متكررة. وبيلاحظ ستيفن وجود حاجات فراعنة كتير في المكتب، لكن فجأة بيفتكر كل حاجة. وبيقول لأرثر انه ضربه بالنار، وبيحاول يهرب لكن مش بيكون قادر يمشي في الأول، فبيقع لأنه لسه متخدر. وهنا بيخبط إزاز الباب وبيكسره علشان يطلع، وبيدخل 2 ممرضين كان بيشوفهم ستيفن من أتباع أرثر، وبيضربهم وبيهرب. وبيدخل أوضة ويستخبى منهم فيها، فبيلاقي تابوت فرعوني وفي واحد جواه بيطلب المساعدة، فبيفتحوا ويلاقي مارك، وبيستغرب ازاي بقوا 2 مش واحد. وفي النهاية بيطلعوا ال2 علشان يهربوا، فبيلاقوا فرس النهر إله الموت قدامهم. بتبدأ الحلقة بظهور ستيفن قاعد مع الدكتور أرثر، وبيحاول يفهمه إن اللي بيشوفه خيالات مش حقيقة. وبيقولوا إن قبل ما يتعصب ويضربهم كان بيتكلم عن طفل صغير. وبيقوم ستيفن وبيهدد أرثر علشان يخرج، وبيدخل الممرضين وبيدوله إبرة مهدئة. هنا بيلاقي نفسه قدام فرس النهر إله الموت التاني، وبيقول لهم إنهم ميتين أصلا. وبيفتكر مارك إن أرثر فعلا ضربه بالنار، وبتقول لهم انهم في رحله للعالم السفلي، لكن مارك مش بيصدق اللي بيحصل حواليه، وبيقول انه اكيد مجنون والدكتور عنده حق. وهنا بيفتح باب وبيلاقي نفسه في سفينه، وبتقول لهم فرس النهر انها لازم تاخد قلوبهم علشان تعرف داخلين فين. وفعلا بتوزنها، وبتقول لهم ان اللي قلبه سليم هيروح على ارض السلام، لكن اللي قلبه مش سليم هيتجمد في ارض الرمله. والغريب ان الميزان مش بينزل ولا بيطلع، وبيفضل رايح جاي. وبتقول لهم فرس النهر ان قلوبهم مش كامله، وبتطلب منهم يدخلوا يشوفوا ذكرياتهم علشان تساعدها توصل لقلبهم بالكامل. وبيرجع تاني مارك وستيفن المستشفى، وبيشوف ستيفن كل باب، وبيكون في باب بيشوف نفسه، وبيكون واقف في شارع لوحده. بيسأل مارك عن الشارع ده كان بيعمل فيه ايه، فبيقول انه مش فاكر. وهنا بيسمع صوت من ورا الباب، فبيدخلوا يلاقوا الناس اللي قتلهم مارك. وبيقف ستيفن قدام الميزان وبيلاحظ انه لسه طالع نازل، وبيشوف طفل واقف بيراقبهم، فبيروح وراه. وبيدخل ستيفن ورا الطفل، فبيلاقي نفسه وهو صغير مع مامته، واخوه بيرسم سمكة بزعنفة واحدة. مارك بيقول لاخوه الصغير يروحوا الكهف. بيمشي ستيفن وراهم، وبيكون مارك في المستشفى بيدور على طريقة يوصل لستيفن بيها. وفجأة الدنيا بتمطر، وفعلا بيدخلوا الكهف وستيفن وراهم.
بيحاول ستيفن يقول لهم يطلعوا لان المكان خطر، وبتبدأ المية تزيد. وهنا مش بيعرف اخو مارك الصغير يطلع، وبيفضل ينادي على مامته. مارك بيشوف باب ومامته وراه في عزا اخوه، وبيدخل مارك فبيلاقي ستيفن جوه، وبيتقابلوا الاتنين في العزا. وبيشوف ستيفن نفسه وهو صغير، ومامته بتقول ان هو السبب في موت اخوه، وبيطلع يجري على اوضته وستيفن وراه. وبيحاول مارك يمنعه يروح وراه، لكن ستيفن بيكون وصل. وبيشوف مارك وهو صغير في عيد ميلاده، ومامته مش راضيه تطلع تحتفل معاه، وبيحتفل مع باباه لوحده. وبيكمل ستيفن وبيشوفها بتقوله ان هو اللي قتله، وبيمسكوا مارك وبيطلع بيه بره البيت. وبيقول له ستيفن ليه بيفكر في مامته كده وانها كانت طيبه وبتحبه، لكن بيشوف نفسه وهو ماشي من البيت وباباه بيحاول يرجعه، وبيقع فبيلاقي نفسه عند المقبره اللي كانت فيها البعثه وكل اللي معاه مقتولين. بيدخل المعبد ويلاقي نفسه وهو متصاب، وقبل ما ينتحر بيظهر الاله كونشو وبيقول انه ينقذه لكن يبقى المضيف بتاعه. وبيوافق ماركو بيقول له ستيفن ان كونشو كان بيستغله من زمان. وهنا بيشوفوا الميزان بدأ يتوازن، وبيطلعوا لفرس النهر وبيطلبوا يشوفوا ليلى، فبتلف السفينة علشان ترجع تشوفها، وبتقول لهم يدخلوا يكملوا في الذكريات. وبيقول ستيفن ان الأوضة الأخيرة ممكن يلاقوا فيها الإجابة، لكن مارك بيرفض وبيقوله لا، لغاية ما بيفوق ويلاقي نفسه في مكتب أرثر اللي بيقول انه كويس انه بيواجه ذكرياته، وبيقولوا ان لازم يواجه نفسه علشان يعرف الحقيقة. وبيدخلوا الأوضة وبيشوف نفسه وهو صغير، ومامته بتخبط على الباب عايزة تدخل، وهو بيقول انها مش مامته، وبيلم حاجته من على الأرض قبل ما تدخل وتشوفها مرمية. وهنا بيشوف ستيفن بوستر لفيلم ستيفن جراند متعلق، وبيعرف الحقيقة وهي ان ستيفن هو المخلوق ومارك الحقيقة. وبتدخل مامته وبتاخد الحزام وبتضربه، وبيطلعوا بره البيت. وبيقول له ستيفن ليه خلاه يشوف الحقيقة، فبيقول له مارك ان هو اخترعه علشان يعيش حياة سعيدة ويحس ان ليه ام بتحبه وعايشة. وهنا بيقول له ستيفن انها فعلا عايشة وبيكلمها كل يوم، لكن مارك بيقول له ان بابا كلمه وقال له انها ماتت. وهنا بيفوق تاني مع أرثر وبيقول له ان هو اصلا اللي كان موجود وطاغي على مارك الحقيقي، وان هدفه كان يخليه يوصل لمارك ويطلعه. وبيقول له أرثر يكلم مامته، لكن ستيفن بيكون لسه مش معترف انها ماتت، وبيقول له يسيبها وما يكلمهاش، لكن أرثر بيتصل بيها وبيديله السماعة علشان يكلمها. وهنا بيعترف ستيفن لنفسه انها ماتت، وبيشوف يوم الوفاة وهو واقف بره البيت، وباباه بيشاور علشان يدخل، وبيمشي وبيعيط وبيقع على الارض. وفجأة بيتحول لستيفن وبيتصل بمامته وبيعمل انه تايه، وهي بتقول له هو فين. وبيقف مارك يواجه ستيفن، وبيقول ستيفن ان كان عندها حق وان هو السبب في موت اخوه، لكن مارك بيقول انه كان مجرد طفل. وفي اللحظة دي الدنيا بتتهز وبترجع تثبت، وبيرجعوا السفينة وبتقول لهم فرس النهر ان الوقت خلص. وبيطلع الناس اللي قتلهم ماركو وبيمسكوه، فبيجري ستيفن يلحقه، فبيقع على ارض الرملة وبيجري ورا السفينة علشان يرجع، لكن للأسف بيتجمد. وبيقول مارك لفرس النهر توقف المركب، لكن في اللحظة دي الميزان بيتوازن، بيلاقي مارك نفسه في أرض السلام. بتبدأ الحلقة بظهور ستيفن بعد ما مات من ضرب النار. هو بياخدوا أرثر تمثال وبيسيب الجعران عليه بعد ما خلاص قام بمهمته. وبنشوف ليلى وهي واقفة بتراقب أرثر. بتروح ليلى تاخد الجعران علشان تعرف طريق إيمت، بتروح ورا أرثر، وهنا بتشوفه في الطريق بيقتل مجموعة من الشرطة بقوة إيمت، لكن بتتفاجئ بظابط من اللي ميتين بيصحوا، وبيقولوا لها إن مارك بيكلمها من الموت، وبيقولوا لها تكسر تمثال الإله كونشو علشان يرجع للحياة تاني، وترجع وما تتهورش لأنها مش هتقدر تقتل أرثر لوحدها. وبيروح أرثر على الهرم علشان يحرر إيمت، وهناك بيحاربوا الآلهة بعد ما عرفوا إن أرثر كذاب. ليلى بتستغل الفرصة وبتدور على تمثال كونشو. بيكسر أرثر تمثال إيمت وبيحررها من سجنها، وهنا بتطلب إيمت من أرثر إنه يكون المضيف بتاعها، وبتكسر ليلى التمثال وبتحرر كونشو من سجنه، وبيقول لها تبقى المضيف بتاعه بدل مارك اللي مات. لكن ليلى بتتردد وبتقوله إن مارك كان عايز يخلص منه، وإنه وعد مارك قبل كده يسيبه وما وفاش بوعده، وبيضطر كونشو إنه يواجه إيمت لوحده. وهنا بنشوف مارك وصل لأرض السلام وبيكون معاه إله الموت، لكن مارك بيرفض إنه يفضل لوحده من غير ستيفن، لكن البوابة بتتفتح وبيرجعوا تاني للحياة. وبتبدأ الحرب بين كونشو وإيمت، لكن إيمت بتكون أقوى منه. وهنا بتحصل عاصفة من الرملة اللي بتجمدهم، وبتجري ورا مارك وستيفن وهما بيحاولوا يوصلوا من البوابة، لكن بيوصل إله الموت بالسفينة بتاعته وبينقذهم. وهنا بيصحى مارك تاني وبيشوف الذكريات بتاعته، وبيلبس بدلة كونشو وبيروح مع ستيفن يقابل كونشو علشان يتفقوا هيقسموا الحرب بينهم ازاي. وبيقول مارك انه لازم يوعدوا انه يحررهم بعد ما يساعدوه. وهنا بتروح ليلى وبتساعد إله من اللي حاول أرثر يقتلهم، وبيقول لها انهم عشان يرجعوا إيمت لازم يحبسوها في جسم انسان. وهنا بيوصل أرثر وبيطاردها،
فبتضطر انها توافق ان كونشو يحتل جسمها علشان تقدر تهرب من أرثر. وبيطير مارك علشان يروح القاهرة، وفي الوقت ده بينتشر أتباع إيمت وبيبدأوا يحكموا على الناس، وكل روح بتطلع بتاكلها إيمت وبتزيدها قوة. وبيوصل ماركو بيحارب أرثر وكونشو بيحارب إيمت، وبيقع ماركو وأرثر على الأرض. وهنا بتضرب إيمت كونشو وبتطلب منه ينضم ليها، وبيضرب أرثر مارك بعصايته، وبتوصل ليلى وبتبعد أرثر عنه. وهنا بيروح مجهز عصايته علشان يضرب ماركو بقوة إيمت، لكن بتصده ليلى وبتعكس القوة عليه، وبيجروا علشان يواجهوا أرثر هما الاتنين مع بعض. وبيوجه أرثر قوته على عربية فيها ناس علشان يشتت انتباههم، فبتروح ليلى تنقذهم بسرعة. وهنا بتشوف أرثر ومارك ماسكين قوة إيمت قدام بعض. بيحاول أرثر يسيطر على مارك ومارك بيحاول يصدها، وللأسف بيقدر أرثر على مارك. وبيشوف مارك إيمت وهي بتضرب كونشو، فبيروح أرثر بعصايته على مارك وبيضربه، وبيطلع القوة وبيوجهها على مارك اللي بيبقى واقع على الأرض. وفجأة بيتحول مارك وبيفوق وبيلاقي أرثر على الأرض وهو ضارب كل اللي موجودين. وبتقوله ليلى يجيب أرثر على الهرم علشان هي عارفة طريقة لحبس إيمت. وبيمسكوا إيدين بعض وبينشروا القوة بتاعتهم حوالين الآلهة كلها. وهنا بيقول مارك التعويذة، وبيقدروا يسحبوا إيمت وبيسجنوها في جسم أرثر. وبيقول لهم كونشو إنهم يقتلوه علشان إيمت ما ترجعش تاني، لكن مارك بيقول له إنه لو عمل كده يبقى نفذ طريقة إيمت، وبيحكم على الناس قبل ما يعملوا حاجة. وبيقول له يقتله هو، وإنهم كده عملوا الاتفاق اللي ما بينهم. وبيطلب مارك من كونشو إنه يحررهم، وبيوافق كونشو وبيسحب روحه من جواهم. وبيفوق مارك يلاقي نفسه رجع المستشفى وقاعد مع أرثر الدكتور بتاعه، وبيسأله إذا كان اللي شافه حقيقي والآلهة وإيمت وكونشو، فبيقول إنه ممكن يكون حقيقي وممكن يكون خيال. وبيشوف مارك الدكتور وهو ماشي وبيسيب أثر دم على الأرض، وبيسأله إذا كان شايف الدم هو كمان، فبيقول له أرثر لكن مش عارف جاي منين. وهنا بيقول له مارك إن ده وقت إنقاذ العالم. وفي النهاية بيصحى مارك من النوم وبيلاقي نفسه في بيته، وبيشوف السمك في الحوض زي ما هو، وبيقوم من السرير لكن بيقع تاني علشان رجله المربوطة. وبكده تكون حلقتنا خلصت. أشوفكم في حلقة جديدة.